السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، نقول كده اللهم بارك ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وندخل على طول نعمل كيكة مقاس 22 في صينية واحدة، وبصوا بقى هنشوف الكيك النهارده إيه الغلطة اللي غلطناها، بس بصوا تابعوا معايا الحلقة للآخر هتتفاجئوا بالنتيجة. أول حاجة هنا أنا معايا ربع كيلو من دقيق الاسبونج اللي هو الأبيض الفانيليا يعني، حطيت عليه 3 بيضات ورشة ملح، وكمان حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان حطيت نُص كوباية من المَيّة والمفروض أنا كنت أحُط رُبع، فكان حد يفكّرني يقول لي: "لأ حُطّي رُبع." ما علينا، أنا بصراحة كده ما أعرفش دماغي ركبت وما لاحظتش أصلًا إن أنا حطيت نُص كوباية من المَيّة غير لمّا لقيت الخليط مش راضي يتماسك ولا راضي يعني يتقل شوية، فافتكرت بقى إن أنا حطيت نُص كوباية مش رُبع. فقُلت مش مشكلة، أنا هاتوكّل على الله واشتغل، وبُصّوا تعالوا بقى إيه، شوفوا معايا النتيجة. هابدأ بقى إن أنا أجهّز الصينية دهنتها زيت، وهابدأ إن أنا أطبّق الورقة زي ما حضراتكم شُفتوا علشان آخُد الأرضية بتاعة الصينية بالشكل ده، وكمان ما ننساش نضيف معلقة كبيرة من الخل على الخليط علشان خاطر بقى إيه، البيض ما يكونش فيه ريحة أي زفارة، وكمان بيساعد إن الكيك يكون هش. هاخد بقى جوانب الصينية كمان وطبعًا بما إن الصينية يعني مدهونة زيت، فالورق بيلزق عليها بسرعة. كده خلاص الصينية بتاعتنا جاهزة، كان خليط الفانيليا اتضرب معانا وبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. المفروض بقى أنا أضيف ربع كوباية من المَيّة، بتلاقي الخليط متماسك شوية وعارف بقى إن أنتِ تنزّليه أصلًا بالسباتولا يعني، فقُلت مش مشكلة، أنا ضِفت الخليط كلّه بالشكل ده وميّلت الصينية على جنب علشان خاطر أنا عايزة أخبزهم هُم الاتنين في صينية واحدة. بعد كده هابدأ بقى إن أنا أضرب السبونش الشوكولاتة، برضه هاضيف 3 بيضات، ربع كيلو من دقيق السبونش الشوكولاتة، ومعلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة من الخل، وطبعًا بما إني ضِفت نُص كوباية من المَيّة على خليط الفانيليا، هنا كمان اضطريت إن أنا أضيف نُص كوباية علشان خاطر هُم الاتنين هيستووا في قلب صينية واحدة، فقُلت علشان خاطر بقى باظوا يبقوا الاتنين يبوظوا مع بعض، نجحوا يبقوا الاتنين نجحوا مع بعض. وبصراحة حطيتهم في الفرن لمدة 40 دقيقة، بُصّوا يعني أول 10 دقايق على أعلى درجة حرارة، وبعد كده ضبّطت الحرارة على درجة 180، 40 دقيقة خرجت معانا بالشكل الجميل ده. أهم حاجة بقى يعني أنا كنت بصراحة خايفة أوي من النتيجة، قُلت والله باظت مش مشكلة تمام، تمام يعني. الكيك طالع طري وهش وبُصّوا يعني طراوة ما فيش بعد كده، بس المشكلة الخليط دخل على بعضه بالشكل ده كده، فأنا بصراحة قُلت إيه هاكمّل طالما الكيك طالع كويس وطري ما فيهوش أي حاجة يبقى هاكمّل على كده، وهاقسم برضه التورتاية نُص فانيليا ونُص شوكولاتة في الكريمة، لكن بما إن الخليطين دخلوا مع بعض أوي، فقُلت إيه تمام يعني أهم حاجة الطعم برضه. أنا بقى ضبّطت المنشار على 8، طبعًا أول مقاس 9 وبعديه على طول 8، أنا خلّيته على 8 علشان خاطر التورتاية تكون مرتفعة يعني. بعد كده هابدأ بقى إن أنا أجهّز الكريمة، وأهم حاجة ما تنسيش تقولي رأيِك في الكومنتات، وأي سؤال أنا بارُد من خلال الحلقات بإذن الله. بالنسبة للكريمة أنا ضِفت كوباية من الكريمة، والكريمة اللي استخدمتها Golden Bag ضِفت عليها كوباية ونُص من المَيّة المتلجة، وكمان هابدأ بقى إن أنا أضربها بعد ما أضيف عليها كوباية إلا ربع من السكر، وآخد بقى شوية كويسين كده من الكريمة أضيف عليهم معلقتين كبار من جناش الشوكولاتة، ومعلقة كبيرة من الكاكاو. هاقلّب بقى، طبعًا أنا يعني 3/4 الكريمة سِبتها فانيليا، لإن التورتيه أصلًا أنا هاغلّفها من برّه كمان فانيليا، لكن الشوية اللي قدّامكم دول اللي هُم بالشوكولاتة، دول هاخدهم حشوات من جوّه. ناخد بقى كده قطعة من الكريمة على القاعدة اللي هنثبّت عليها التورتة، وهاحط أول طبقة وهاسقي بالشربات الخفيف. هنا بقى حطيت الكريمة في كيس، وكمان بالنسبة للكريمة البيضا أنا هاحطها في كيس بالشكل ده كده. علشان خاطر بقى إيه، أبدأ إن أنا أزيّن على طول، وهابدأ أحشي طبقة الكريمة، أنا هاخلّيها بقى الحشو من جوّه نُص كريمة ونُص شوكولاتة، تمام، يعني الكيكة فيها حتّة شوكولاتة علشان ما نحرمش حد من حاجة. أنا كان بالنسبة لي أهم حاجة إن الكيك ما يطلعش مكتوم أو إن الكيك ما يطلعش معايا يعني بايظ يعني، لكن أهم حاجة طالما الكيك طلع كويس يبقى حلو أوي. هنا بقى حطيت على الكريمة الفانيليا جيلو مانجا، وحطيت على الكريمة الكاكاو شوكولاتة، وهابدأ بقى إن أنا أضبّط الكريمة بالشكل ده كده، وتخيّلوا بقى طعم التورتة دي متكلفة من جوّه ومتضبّطة صوصات وحشوات. هاخد بقى تاني طبقة بالشكل ده، وهابدأ إن أنا أسقيها برضه بالشربات الخفيف، وماشيين على بقى إيه الطريقة دي لحد ما نعمل ال3 طبقات، نُص
نص فانيليا ونص شوكولاتة لحد ما نعمل الطبقتين التانيين. بما ان احنا حطينا على طبقة الكريمة اللي تحت مانجا، فقلت اللي فوق احط لها فراولة، نشكل برضو كده ايه طبقات الكريمة. لكن بالنسبة للكاكاو بصراحة هو الصوص على الكريمة، صوص الشوكولاتة على الكريمة بظبط بقى. وبصراحة كل شوية اغسل السكريبر علشان خاطر الفانيليا والشوكولاتة ما يدخلوش على بعض. وادي اخر طبقة بالشكل ده. خلاص ما شاء الله زي ما انتم شايفين التورتايه مرتفعة وحلوة قوي يعني. اخر واحدة هسقيها بقى، وقبل ما ابدأ ان انا اغلف الكيكاية هبدأ ان انا اخد الاطراف بتاعتها، يعني نشيلها بقى علشان خاطر ممكن تكون ناشفة، بس دي والله ما كانتش ناشفة ولا حاجة. بس يعني قرايبي واخواتي واحنا لما بعمل تورتيه بصراحة انا بشيلش الاحرف بتاعتها. يعني حتى كانت اختي حضرت معايا تزيين تورتيه بتقول لي ما تشيلهاش صغرت التورته. فقلت لها ما المشكلة ممكن تكون في حرف تخين، ممكن الناس تتضايق. فوالله انا لو حد قال لي ما تشيليش الحرف بتاعها هسيبها بخيرها وهسيبها ببركتها، بس انا اعمل ايه يعني؟ ما لازم اشيلها. فالمهم شلتها. ودي طبعا ممكن بقى انت تحطيها في كبات، بس انا بصراحة ما بحطهاش، يعني احنا بناكلها يعني لانها بتكون طرية وجميلة برضو مش وحشة يعني. بس انا بقول لا يعني نبعد طالما التورته رايحه لحد انا معرفوش بصراحه، فبفضل ان انا اقشرها. هبدأ بقى ان انا اغلفها بالشكل ده كده علشان خاطر بقى تتغلف كويس. وبرضو لسه سبحان الله يعني احيانا الكريم تظبط معايا وبرضو احيانا ما بتظبطش. دي غلبتني قوي لحد ما اتغلفت كويس. بعد كده بقى معايا جناش الشوكولاته، هبدأ بقى ان انا انزله عليها بالشكل ده كده. وخلاص بقى دي بما انها عايزه نص شوكولاته ونص فواكه، فانا قلت تمام بقى نبدا بقى ان انا اخد وردات بسيطه كده بالقمع. والنص الشوكولاته هبدا بقى ان انا اغطيه بجناش الشوكولاته. طيب انا عرفت منين ان ده نص الشوكولاته؟ انا عامله فتحتين في جانب القاعده البلاستيك اللي هي القاعده الدواره، 3 فتحات كده. دول دايما بثبت عليهم النص الفانيليا. هنا بقى كنا مشكلين شوية شوكولاتة في المربعات بالشكل ده كده، مربعات اللي هي السيليكون يعني. هبدأ بقى ان انا اخدها. انا مش حطيتها بشكل عشوائي بصراحة، ده انا حطيت واحدة مايلة الناحية دي والتانية مايلة الناحية التانية. وكنا كمان عاملين قلوب بالشوكولاتة، فقلت ايه انا اطورها كده دي بشكل عشوائي على نص الشوكولاتة. تمام حلوة برضو يعني مش وحشة. خلاص بس كده ده النص شوكولاتة بس، مش هنكتفي ده احنا لسه هنزينها بشوية حاجات تانيين. هبدأ بقى ان انا اخد شوية كريسب من البني او كريسب الشوكولاتة، وهبدأ بقى ان انا احطهم برضو بالشكل ده كده. هيدوا بصراحة شكل حلو قوي للتورتاية، وتزيين سهل وبسيط تقدري تعمليه للولاد في البيت لو انت عامله لهم تورتايه، او حتى لو انت في مشروعك برضو تزيين سهل تقدري انت تزينيه بكل سهولة يعني. وهبدأ بقى اخد على الوردات الصغيرة كريسبيات بني صغيرة بالشكل ده كده. خلصنا الجانب بتاع الشوكولاتة، تعالوا بقى نعمل الجانب بتاع الفواكه. انا بصراحة كنت حاطاه في التلاجة لحد ما قطعت الفاكهة وقسمت 4 مثلثات. واول مثلث هحط فيه كيوي، انا مقطعه الفاكهه حتت صغيره. وبصراحه انا بحب الطريقه دي قوي في تزيين الفاكهه، يعني بحبها احسن من الاشكال، بحس ان هي اشيك وكمان بحس ان هي احلى، معرفش ليه يعني. وكمان قولوا رايكم تحت في الكومنتات يعني. تاني مثلث هنا انا حطيت فيه قطع من الفراوله. وطبعا الفاكهه دي كلها انا حاطه عليها جيل شفاف علشان خاطر تفضل تلمع معانا. تالت مثلث بقى هبدأ ان انا احط فيه اللي هو الاناناس، لا الخوخ، هحط فيه كمبوت خوخ برضو قطعته قطع صغيرة وهحطها في المثلث بالشكل ده كده. وبكده مش هيكون متبقي معانا غير مثلث واحد هنحط فيه ده زي ما قلت لكم اللي هو الاناناس كمبوت برضو. كده معانا نوعين من الفاكهة فريش ونوعين كمبوت. بصراحة التورته انا شايفة ان هي شكلها حلو قوي وهادية وبألف هنا وشفا للي اكلوها. دي تورتايه بسيطة جدا مقاس 22، والتورتايه دي يا جماعة انا ببيعها ب150 جنيه. تمام زي ما انتم شايفين طبعا الحمد لله بستخدم افضل انواع الكريمه، بستخدم برضو انواع شوكولاته كويسه جدا، والحاجه زي ما انتم عارفين سعرها غالي. والله انا لما بحسب يعني لما بكون عامله كذا تورتيه في اليوم، انا ما بطلعليش بيهم او ما بطلعليش مبلغ ان هو مستاهل ان انا اقف او مستاهل ان انا يعني
أضيّع من اليوم ساعات طوال في تجهيز order، بس باقول مش مشكلة في سبيل إني أعمل حاجة كويسة وطعمها لذيذ الناس تتبسط بيها، و وبرضه الحمد لله أحسن من ما فيش، تمام، لكن مبدئيًا كده كلنا عارفين إن الأسعار عمّالة ترتفع.